اهلا وسهلا، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله يا رب يلقاكم هذا الفيديو هذا بالصحه والسلامه، وتكون اموركم كلها بخير وعلى خير. وغبرت عليكم يا البنات، غبرت عليكم. تقريبا دابا شي 12 يوم هادي تقريبا، ولا ما عرفت 13 يوم ما لحت لكم حتى شي فيديو. المهم الحمد لله ما بيا حتى شي حاجه، حيت بزاف البنات كيسولوا فيا. اول حاجه غنقول لكم شكرا لكم، الله يخطيكم لكاع البنات اللي صيفطوا لي في واتساب، وكاع اللي صيفطات لي في ميسنجر اولا في الانستغرام. فين كحليمه غبرتي؟ فين كيتوحشنا الروتينات ديالك، توحشنا الفيديوهات ديالك، ياك لاباس؟ ياك ما بك شي حاجه؟ فين غبرتي علينا؟ كنقول لكم يا بنات ما بيا والو، الحمد لله. غير الوقت اللي داتني والله العظيم، وبغيت نعطي الراحه لراسي هكا، بغيت نرتاح شويه، حيت راكم عارفين التصوير راه ماشي ساهل، وتا المونتاج ما ساهلش. المهم كتستريساي، وبالاخص كيما قلت لكم في اخر فيديو، بنتي ما كتخلينيش هكا لا نصور، ما كتخلينيش نهضر هكا في المونتاج، على خاطر بالاخص دابا كاع الصيف ولات كتسهر ليا. ولا شاده معايا الضد، ما كتبغيش نعس ليا بكري. داكشي علاش المهم كما قلت لكم عطيت الراحه لراسي. هاد الايام اللي غبرت عليكم، وراكم عارفين الصيف كتبغيو تخرجوا، كتبغيو تبدلوا الجو. وصراحه انا راجلي ملي كنخرج معاه هكا، المهم كيديرونجا ملي كنصور بزاف، اولا ملي كنهز هكا التليفون. داكشي علاش هاد الايام هادي ارتحيت. المهم خرجت على خاطري، تبحرت على خاطري، واخا راه ما عمتش البنات. انا راه غير كنمشي وكنجلس تحت الباراسول، اما العوم ما تنعومش، من نهار غرقت. درت عليه كروه، اختكم ولات خايفه، ولات عندها فوبيا من البحر، وحق الله العظيم، حيت صراحه صعيب الحال. المهم الحمد لله كما قلت لكم راه ما بيا حتى شي حاجه، راه غير الوقت اللي غبرتني عليكم. واخا هكاك راكم ديما في البال، والله العظيم راه وليت كنتوحشكم، وليت مدمنه عليكم. راه هاد الايام اللي ما لحقتش لكم راكم ديما في بالي، ديما كنقول خصني نصور، خصني نلوح البنات، غبرت عليهم. وبالاخص اللي كيسولوا فيا كنقول لكم الله يخطيكم. السلام عليكم يستما، باش كنتو تنسى حتى كوني انتي بدا. ماني كانت قامت بخير، لاباس دارون صحت النونت، كلشي مزيان. ماني كاستينتو يمد الوقت، ايوا غبر خفلات نتو السنه دوت ما اشكو كليسه ونيغ راه شويه درتاح. غير المهم في غير مي كنا راحت وقاليونو مؤخرا تا اللي يستقل ربوري تج اتصور غير هاد الفيديوهات ولا تسكر غير هاد المونتاج، صافي نيغ السند هكا قيس نرتاح. غير المهم في غلقت وقاليونو. بالخاطرينو اش كنت تسمم ستريس يسمر داري عصاب. غنكيف لونت يوين، غنكيف لونت يوين تيفرخي. المهم فلاتور تا وين تشكو مطلق غير المونتاج يجي يمينو. المهم يا البنات مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. كما كتشوفوا بديت معكم الفيديو ديال اليوم اولا الروتين ديال اليوم. شوفوا عامر حداقه، وغنشارك معكم واحد الماسك اولا واحد ماشي ماسك، واحد الطبريمه هكا الجسم، اللي صراحه يا البنات خطيره خطيره. راكم عارفين دابا الصيف والشمس، صراحه حيت انا حيت انا كتشد فيا الشمس بزاف بزاف. وراه واخا ما عندش وليت يا البنات حالتي خلاتها واحد صاحبتي قالت لي بحال الكارطون فازق. ايوا راه هكاك ولات خصكم. ما تبرونزات لون زوين، ما شدت الوين سميمر. المهم واحد اللون الله يستر بحال الوسخ. ما تنحملش راسي صراحه في الصيف، حيت كيكون فيا واحد اللون صراحه خايب، ما تنحملوش. ولكن ماشي مشكل، غير غيدوز عاوتاني الصيف، ارا ما نجلسوا في الدار ونبيضوا ونصفاروا. دابا الواحد يتمتع على عندكم بالعطله ديالو ويدوزها كيف بغى. صافي كما شفتوا يا البنات بديت معكم الفيديو. اليوم كما كتشوفوا من الوقيته ديال الغدا، رديت الغداء يطيب، درت شويه ديال اللحم في الكوكوت، خصكم تشهات الحيمات ديال الغلمي. صافي وعجنت شي خبيزات بالدقيق ديال القمح. كما كتشوفوا انا العجينه كندير فيها الزيت، ضروري كندير في العجينه الزيت، هي اللي كتخلي الخبز ديالنا ما يتفرتتش الى بات، وكتخليه يكون ارطب. صافي من بعد ما خليته اولا من بعد ما خليت العجينه ديالي تخمر، هنا جيت نطوي هاد الحوايج هادو اللي دخلتهم من البالكون. هنا صراحه في هاد الوقيته هذه اللي كنطوي فيها الحوايج ديال البنات، كانت واحد الضبابه يا سلام، واحد الجو غزال غزال. انا راه فيما كنشوف الضبابه والجو بحال هكذا كنتشها غير نكون حدا البحر ونتمشى فيه، حيت انا صراحه ما كنحملش نخرج في الشمس.
ولكن ما عندي ما ندير. مؤخرا وليت كنخرج حيت عندي نقص فيتامين دي حاد ديال البنات، واخا كنشرب الدواء ديالو ما قضى فيا حتى شي حاجه. صراحه داكشي علاش وليت كنبقى نخرج هكا في الشمس. اما راه ما كنتش كاع كنخرج فيها نهائيا. الا غنخرج كنجلس حتى الليل حتى تغرب الشميسه بحال هكذا ويكون الظلام عاد باش كنخرج بحال سحت الليل. ولكن الطبيبه قالت لي ضروري ومؤكد خصك هكا تعرضي للاشعه ديال الشمس. هذاك هو الدواء ديالك، راه واخا تشربي اللي شربتي راه ما يقضي فيك حتى شي حاجه. ايوا صافي بديت كنخرج هكا في الشمس كما قلت لكم. ايوا صافي هنا من بعد ما طويت الحوايج رديتهم لبلاصتهم بما خمرت لي نيت العجينه. انا كنشكلها خبيزات. انا كما كتلاحظوا ولا كما كتشوفوا العجينه يا البنات ما كنديرهاش قابضه في راسها، المهم كنديرها مرخوفه باش يجيني الخبز هكا رطب ويجيني مهوي من الداخل. وداكشي علاش كنخليها جاريه شويه. هنا كنهز شويه ديال الماء كنديرو في يديا صافي كنبقى نقرصهم خبيزات، اولا كنبقى نقرص هاد العجينه هادي خبيزات وكنديرهم في النخاله. صافي هنا درتهم في صينيه الفرن. الصينيه الاولى درتها طيب، المهم عجنت 4 الخبيزات مميان ودوك 2 صغارين. صافي درت الطاوه الاولى طيب ودخلت ليها الطاوه الثانيه حتى هي بما طابت لي المريقه ديالي. ها نتوما خليت فيها شويه ديال المرقه حيت اختكم بغات تغمس. اختكم عزيزه عليها المرقه داكشي علاش. ايوا صافي دابا من بعد ما طيبت الخبز ووجد الغدا ديالي غادي نحطو الغدا باش نتغداو. هنا درت شويه ديال العصير. صراحه درت غير العصير ديال المهم داك اللي كيكون واجد، طحنته مع واحد التفاحه وواحد بنانه صافي ودرتو هكا في هاد القريعات هادو. وهنا كنحط الحيمات ديالي في الطبيصيل باش نتغداو. كنت صراحه باغا نديرهم هكا بالبرقوق، ولكن ملي مشيت للثلاجه لقيت البرقوق ما بقاش، لقيته تسالى ليا. ايوا صافي درتها غير الزيتون من الفوق. ايوا هذا هو الغدا ديالي الحمد لله. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. جات مريقه بنينه. ايوا من بعد ما تغديت وجلست حتى عرفت منين دازت ليا ديك منين دازت ليا ديك الغديوه عاد باش نط الكوزينه نجمعها عليا ونخليها مجموعه حيت اختكم غادا للحمام. وغادي نشارك معكم كما قلت لكم الطبريمه اللي خطيره يا البنات. ولكن شوفوا اللي عيانه واللي ما فيها ما تحك ما ديرهاش. حيت غادي يخرج فيك الوسخ ديال العام اللي فات. صراحه عرفتوا راه كتخلي اللحم واعره واعره واعره، كتخلي اللحم رطبه وكتخلي اللحم صافيه. غير داوموا عليها يا البنات وجربوها. دابا انا هذه راه ثاني مره تنديرها. صراحه خطيره هاد التبريمه هذه، كتحيد التصبغات وكتحيد هكا الكلف اللي كيكون هكا من بعد الولاده. صراحه غير جربوها كما قلت لكم هاد التبريمه هذه. وواحد التبريمه اخرى راه كنت ديجا شاركتها معكم اللي فيها الخميره الخبز وفيها الحامض وفيها الحنه وفيها صابون بلدي. حتى هذيك هي البنات خطيره حتى هي. غير داوموا عليها. راه في خبركم انا راه كنت في الحمله ديالي كنت مكلفه بزاف بزاف والله العظيم حتى ما بقيتش حامله راسي نشوفو في المرايه، لا تحت باطي هكا تحت الابطين لا في كرشي لا في صدري. ولكن وقت ما كنت غادا للحمام كنصاوب هاد الطبريمه هادي وكنديرها في الحمام وتنخليها تقريبا غير واحد شويه وكنشلل وكندير صابون بلدي وكنحك. تصوروا بحال كنت كنكذب نهائيا. ما بقاتش فيا ديك الكحوليه اولا ما بقاش فيا داك الكلف نهائيا والله العظيم. المهم غير جربوا هاد الوصفه هادي اولا هاد الطبريمه هادي اللي قلت لكم حتى هي ديال الحنه مع صابون بلدي والخميره ديال الخبز. الخميره ديال الخبز والحامض خلطوهم مزيان. ويمكن لكم ديروها في الدار اللي كتستحمل هكا الحنه تبات بها ماشي مشكل، ديرها في الدار وتبات بها وتخليها في الجسم نتاعها حتى الغدلي وتمشي للحمام، اولا ديرها في الصباح وتخليها حتى العشيه اولا حتى الليل عاد باش تمشي للحمام. انا صراحه ما كنستحملش الحنه هكا في الذات ديالي، المهم كنخليها حتى الحمام. الحنه يا ربي ما كنستحملش الحنه في الذات ديالي كنخليها حتى الحمام عاد باش كنديرها. ولكن راه بحال درتوها في الدار بحال درتوها في الحمام. داكشي كاع اللي كان فيكم اولا دوك التصبغات اللي كاع
كانوا فيكم كيتحيدوا. صافي من بعد ما جمعت الكوزينه هنا جيت نشارك معكم الطبريمه اللي قلت لكم. هنا كنحتاج البابونج. المهم راه سخرت راجلي قلت ليه جيب لي صابون بلدي وجيب لي الحنه وجيب لي الخزامه وجيب لي البابونج، حيت هادو ما كانوش عندي نهائيا في الدار. كيما جابهم لي حطهم فوق البوطاجي. هنا جبتهم، زيت معلقه ديال الخزامه ومعلقه ديال البابونج، درتهم هكا في داك البلاطو. المهم حتى حيت منهم داك الحجر او داكشي اللي كيكون فيهم صافي. ودرتهم هنا في الطحانه ديال مولينكس، طحنتهم مزيان. المهم نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو. انا درت معلقه من البابونج ومعلقه من الخزامه. الا عندكم يا البنات حتى ماشي الزاز، اليزير، لا يا ربي العرعار، الا عندكم العرعار ديروا معلقه. انا راه قلتها لراجلي ونساه ما جابوش ليا. المهم معلقه ديال العرعار ومعلقه ديال البابونج ومعلقه ديال الخزامه. وهنا كندير الحنه ديال الجسم ديال الذات. هكا تمشيو عند العطار تقولوا ليه عطيني الحنه ديال الذات. صافي هنا درت الحنه كما كتشوفوا. هنا كندير معلقه ديال السكر سنيده. هي لاله ديري معلقه ديال السكر سنيده وديري معلقه ديال الصابون بلدي. وغادي ديروا الحامض خضر. المهم عصير الحامض عندي هنا حامضه كنعصرها. المهم كما قلت لكم معلقه الحامض، ماشي معلقه الحامض، معلقه صابون بلدي، معلقه سكر كلاصي اولا سكر سنيده، والخرقوم عرق معلقه صغيره، مع معلقه كبيره ديال الخزامه ومعلقه كبيره ديال البابونج. الا عندكم العرعار ديروا حتى هو فيه معلقه. صافي وعصيره الحامض. هنا كنخلط بالماء اللي كيكون دافي. المهم تنخلط شويه باش يتنسجموا ليا العناصر هادو. المهم انا ما غاديش نكثر الماء حيت غادي نديرها اولا هاد البواطه هادي غادي نديرها في السطل، نخاف لا تخوى ليا. المهم غادي قلت لكم البنات، المهم انا غادي نخليها بحال هكا قابطه في راسها باش ما تخواش ليا في السطل. نخليها هكا على هاد الشكل هذا حتى نوصل للحمام عاد باش غادي نزيد ليها الماء اللي كيكون سخون. صافي وديك الساعه نديرها على الحمي. هانتوما كما كتشوفوا كتخلطوها مزيان حتى يتنسجم داك الحنه مع الصابون بلدي ودوك العناصر كاملين باش يطلقوا مع بعضياتهم. وكما قلت لكم راه هاد الطبريمه هادي راه زوينه غير مع المداومه. ديروها هكا ليديكم رجليكم، راكم عارفين دابا مع الصيف وكما قلت لكم الحراره راه كيوليو رجلين حالتهم من راسي وجبد. ايوا صافي هنا خلطها. غادي نسد عليها في البواطه ونخليها على جنب. انا ندير فيها حتى الحامض حيت من بعد ما كندير هاد الطبريمه هادي وكنسالي وكنحك مزيان كنهز هاد الحامض هذا كنحك بيداتي. راه واخا غياكلكم اولا غادي تحسوا به كيضركم كيخرسكم هكا في لحمكم ماشي مشكل، غير صبروا ليه حيت الحامض صراحه زوين للذات. المهم كيحيد حتى هو الاسمرار اللي كيكون في الذات. ايوا صافي انا حطيت هاد البواطه هادي ديالي تنديرها في السطل. ايوا صافي دابا غادي نجمع الصاك ديال الحمام ونمشي للحمام ديالي نغسل عظيماتي. انا ملي كنت خارجه لقيت هاد الزرابي هادو جابهم من الدار ديال بيت النعاس، حطهم هنايا غادي نهزهم ندخلهم حتى الغد لي عاد باش غادي نفرشهم. ايوا صافي هنا كيسالي الفيديو ديال اليوم يا البنات. ما تنساوش تدعموني بلايك تاعكم فضلا وليس امرا. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. وانا نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ولا لا يخطيكم. وشكرا لكم بزاف.